في الحقيقة لكي نعرف مكان كنز قارون وقبره الحقيقي وكيف وصلوا إليه، علينا أولا أن نعرف من هو قارون وما قصته وكيف جمع كل هذه الكنوز الطائلة. لكن قبل البداية لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. والآن لنعرف القصة. قارون ورجل ورد ذكره في القرآن الكريم مع نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وقد قيل أيضا أنه كان ابن عم النبي موسى عليه السلام ويلتقي معه في النسب لأبيه وأمه، فهو قارون ابن يصهر بن قاهث ابن لاوي بن يعقوب، ويلتقي في النسب مع نبي الله موسى عند قاهث بن لاوي، فموسى هو موسى بن عمران بن قاهث. كان قارون في بداية حياته من أتباع النبي موسى عليه السلام. كان شديد العبادة حتى وصل إلى مرحلة من العبادة لم يصل إليها أحد من بني إسرائيل. اعتزل في أحد الجبال يتعبد ربه 40 عاما. كانوا يلقبونه بالمنور لشدة علمه وحسن صوته بالتوراة. حاول إبليس أن يفتنه بالشياطين لكنهم لم يقدروا عليه، فتمثل إبليس بنفسه على صورة رجل وذهب إليه، ثم أخذ يتعبد معه حتى فاقه في العبادة، فأصبح قارون يتواضع لإبليس أشد التواضع مما رآه منه. وهنا بدأ إبليس يستدرج قارون. قال له: نحن لا نشهد للقوم لا جماعة ولا جنازة، فالرأي أن نشهدها معهم فهي عبادة أيضا. فوافقه قارون، فلما فعل ذلك وعلم بنو إسرائيل بأمر عبادته بدأوا يحملون إليه الطعام في أيام عبادته. قال له إبليس: إننا صرنا عالة على القوم، فالرأي أن نخرج في يوم نكسب فيه والباقي نعبد الله تعالى. ثم استدرج إبليس قارون أكثر فقال: صرنا لا نتصدق على أحد ولا نساعد أحد، فالرأي أن نعمل يوما ونتعبد يوما. فلما وصل قارون إلى هذه الدرجة تمكن منه الشيطان وتركه وانصرف عنه. وهنا فتحت لقارون الدنيا فنسي ما كان عليه من الزهد والعبادة، وانشغل بالدنيا وجمع المال حتى جمع ثروة لم يجمع أحد مثلها على مر التاريخ. ولكن السؤال هنا: كيف استطاع قارون جمع تلك الأموال؟ في الحقيقة لم يستطع الباحثون تأكيد الطريقة التي جمع بها قارون ثروته، ولكن هناك عدة أقاويل. أولها أنه كان يعمل بالتجارة، والتي كان له ذكاء وعلم شديد بها، فاستطاع من خلالها أن يجمع تلك الثروة الطائلة. أما القول الثاني هو أن قارون كان لديه علم يسمى بعلم الخيمياء، وهو تحويل المادة من صورة إلى أخرى، فكان يقوم بتحويل التراب إلى ذهب بعملية خيميائية بحتة. أما القول الثالث أنه كان لديه علم باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب، فدعا الله أن يرزقه المال فاستجاب الله له وأصبح من أغنى الناس مالا. ولكن هناك قول آخر وهو الأشهر بين أهل العلم، وهو أن قارون كان يعمل في استخراج الذهب من المناجم، وكان هو الشخص الوحيد في عصره الذي لديه العلم بهذه الطريقة، علم استخراج هذا الذهب من الصخور ثم تحويلها إلى سبائك ثم بيعها، فكان هو المصدر الوحيد في زمانه لاستخراج الذهب وتحويله. فقيل إنه كان المصدر الرئيسي وراء كميات الذهب لدى الفراعنة. وهكذا أصبح قارون في مدة قصيرة أغنى رجل في عصره، وكان فرعون يقربه من مجلسه دون أبناء عشيرته لعظم ماله. وهنا بدأ قارون يغتر بماله وسلطانه كثيرا، وأخذ يتباهى بماله على الناس، فكان يلبس أفخر اللباس ويصنع ملابسه من الذهب، ويزيد في طول ثيابه شبرا أو شبرين تفاخرا وتكبرا على قومه. ولهذا السبب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب، لأنها من علامات الكبر، فكانت هذه أيضا من عادات الجاهلية.
كان الكفار يطيلون ثيابهم شبرا إلى الأرض تكبرا وتفاخرا بينهم. وكان سرير قارون وكرسيه أيضا من الذهب، حتى أن أبواب قصره كانت من الذهب. كان لديه مخازن عظيمة من الذهب، لدرجة أن مفاتيح كنوزه كان يعجز عن حملها العصبة من الرجال الأشداء، والعصبة هم المجموعة دون 40 رجلا. فإن كان هذا حال مفاتيح الكنوز فقط، فما بال الكنوز ذاتها؟ قال الله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أما عن قصة قارون مع نبي الله موسى عليه السلام، بدأت عندما أنزل الله تعالى حكم الزكاة على بني إسرائيل، فلما أمرهم بها موسى عليه السلام كان قارون أكثر الناس رفضا لها لشدة حبه وخوفه على المال، ولكن خوفه من موسى عليه السلام دفعه للذهاب إليه ليسترضيه. أمره موسى بأنه سيدفع الزكاة دينارا عن كل 1000 دينار، وشاة عن كل 1000 شاة، فوافقه قارون ولكن على كراهة منه. فلما عاد قارون إلى بيته وجد أن ذلك كثير، ولم تطاوعه نفسه على إخراج شيء من أمواله، فعمد إلى القوم الذين اعتادوا الجلوس معه وقال لهم: إن موسى أمركم بكثير من الأمور فأطعتموه، ويريد الآن أن يأخذ أموالكم، فماذا نفعل معه؟ فقالوا له: أنت كبيرنا ولك أمرنا، فأخبرنا بما تريد ونحن معك. فقال لهم: نأتي بامرأة بغي ونعرض عليها المال، فتتهمه بنفسها على ملأ من الناس فيذهب أمره. وبالفعل جاء قارون بامرأة بغي وأعطاها 1000 دينار وطستا من الذهب، وأمرها أن تذهب إلى موسى عليه السلام على ملأ من الناس وتتهمه بالفاحشة. فلما جاء اليوم التالي ذهب قارون لموسى عليه السلام وقال له: إن القوم ينتظرونك خارجا حتى تعظهم. فلما خرج موسى عليه السلام وبدأ يكلم الناس، قال لهم موسى: من زنى وليس له امرأة جلدناه 100 جلدة، ومن زنى وله امرأة رجمناه حتى الموت. فقال له قارون: حتى وإن كنت أنت؟ قال موسى: وإن كنت أنا. فقال قارون: إن القوم يزعمون أنك فجرت بامرأة. فقال موسى: أحبروا المرأة التي تزعم هذا. ثم ذهب وصلى ركعتين لله. فلما أحبروها قال لها موسى عليه السلام: بالله الذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تقول الصدق. فتكلمت الصدق وأخبرته بكل شيء، وطلبت التوبة والمغفرة. فاشتد غيظ قارون وكرهه لموسى أكثر وأكثر، ومن هنا بدأت العداوة بين قارون وموسى. أخذ قارون في محاربة موسى وتكذيب دعوته. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وظل قارون يتحدى ويحارب موسى عليه السلام ويتكبر بماله أكثر وأكثر، حتى جاء ذلك اليوم الذي خرج فيه قارون في زينته على قومه في موكب عظيم، يحمل مفاتيح كنوزه معه على 70 بغر من البغال الشديدة القوية. فكان من عادة قارون أنه يحمل معه مفاتيح كنوزه أينما ذهب، وذلك تكبرا وتفاخرا على الناس بملكه وماله. وبينما هو يسير بموكبه بين الناس مر على موسى بموكبه، وكان موسى بين الناس يكلمهم ويذكرهم بالله تعالى. فلما رأى الناس موكب قارون وعظمته تركوا موسى والتفتوا إلى قارون وسلطانه، لدرجة أن طائفة من القوم تمنوا أن يكونوا مثله ومعهم ما معه من متاع الحياة الدنيا. قال الله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هنا غضب موسى عليه السلام وأخذ يعظهم ويخبرهم بأن ثواب الله خير وأبقى لمن آمن واتقى. ثم ذهب إلى قارون يعظه ويأمره بأن يتقي الله فيما آتاه، وألا يتكبر ويفرح بما آتاه الله،
هنا اغتر قارون بملكه أكثر وقال لموسى: قال الله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي اغتر قارون بملكه أكثر وقال لموسى: إن هذا المال إنما أوتيته على علم عندي، ولا لأحد فضل علي فيه، وإن كنت يا موسى قد فضلت على الناس بالتوراة، فأنا قد فضلت عليك وعلى الناس بالمال. قال الله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي. غضب موسى عليه السلام ودعا عليه بأن يهلكه الله تعالى، فاستجاب الله دعاء نبيه، فما إن جاء الصباح إلا وقد خسف الله به وبداره الأرض، فأصبح عبرة لمن بعده. قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأخذ الذين كانوا يتمنون بالأمس أن يكونوا مثل قارون ولهم حظه في الدنيا، أخذوا يقولون: قال الله عز وجل: وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. فأصبح قارون عبرة لمن بعده من الأمم. وهناك رواية أخرى بأنه لما مر قارون على موسى وهو يدعو الناس، انفض الناس عن موسى وفتنوا بما عند قارون، فغضب موسى عليه السلام وأخذ يدعو الناس ويذكرهم بأن ثواب الله خير وأبقى. ثم ذهب إلى قارون وأمره بعدم التفاخر والفرح، وأن يتقي الله فيما آتاه، لكن قارون تكبر ولم يستمع إلى موسى، بل فعل أشد وأفظع من ذلك، وأخذ يتحدى موسى ويقول له: يا موسى، إن كنت فضلت علي وعلى الناس بنبوتك المزعومة هذه، فإني قد فضلت عليك وعلى الناس بالمال، وإن كنت نبيا حقا كما تزعم، فإني أتحداك أن يدعو كل منا على الآخر، ونرى من منا أقرب إلى إلهه وأعلى مكانة من الآخر، فيكون أحق بالفضل. فقال له موسى: تدعو أو أدعو؟ فقال قارون: أدعو أنا. فلما دعا قارون لم يحدث شيء لموسى عليه السلام، فقال موسى: أأدعو أنا الآن؟ فقال قارون: فلتفعل. فقال موسى: اللهم مور الأرض فلتطعني اليوم. فأوحى الله إليه: إني قد فعلت. فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم، ثم إلى مناكبهم، ثم قال: فاقبضي بكنوزهم وأموالهم، فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوي، فاستوت بهم الأرض. وقد روي عن قتادة أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. ولكن سؤال هنا الآن: ماذا عن كنوز قارون؟ أين ذهبت؟ وماذا حدث لها؟ في الحقيقة هناك الكثير من الأقاويل حول مكان كنوز قارون، فقد روي أن قصر قارون الذي يقع بالقرب من بحيرة قارون بمحافظة فيوم جنوبي غرب مصر هو بقايا القصر الخاص بقارون الذي ذكر في القرآن الكريم، وأن البحيرة المجاورة للقصر كانت ضمن محيط القصر، والذي كان يتواجد به 3000 غرفة فوق وتحت الأرض، ومن يدخله يتعرض لتيه وربما لصدمة ويخرج بعدها فاقدا لعقله. وظل هذا هو السائد فترة طويلة، إلى أن جاء علماء الآثار ليثبتوا أن كل تلك المعلومات غير صحيحة، وأن هذا القصر لا علاقة له بقصر قارون المذكور في القرآن الكريم، وأن المصريين هم من أطلقوا عليه اسم قصر قارون، وذلك لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة، والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها، فكان يطلق عليها في البداية بحيرة القرون قبل أن تحرف إلى بحيرة قارون. واتضح أن تلك المعلومات من روجها هم اليهود،
خلال تواجدهم في مصر، حيث أشاعوا أن هذا القصر هو لقارون المذكور في القرآن وقورح المذكور في التوراة. فقورح بحسب ما ورد في التوراة هو من نسل لاوي بن يعقوب، والذي تزعم التمرد على نبي الله موسى وهارون، فعاقبه الله بأن انشقت الأرض وابتلعت كل جماعة قورح وبيوتهم. بل وأكد العلماء بأن هذا المبنى الذي يقال له قصر هارون هو معبد قديم وليس له علاقة لا بقارون ولا بقصره، كما أنه ليس هناك ما يثبت أن بحيرة قارون الحالية كانت المكان الذي عاش فيه قارون. ومع كل ما ذكرناه إلا أن العديد من الناس قاموا بالغوص في أعماق البحيرة أملا في العثور على تلك الكنوز الغارقة، ولكن لم يتم العثور عليها حتى الآن، في حين ذهب البعض إلى أن قصر قارون كان يقع في منطقة نينوى بالعراق، حيث ربط بعضهم بين قارون وبين أحد ملوك نينوى القدامى الذي يدعى أبولو، والذي كان يمتلك أموالا طائلة محفوظة في كنوز تحت الأرض. ولكن هذا غير منطقي، فقارون كان على أرض مصر وليس العراق، وهكذا نجد أن هناك الكثير والكثير من التكهنات حول مكان كنوز قارون. وكل فترة يظهر من يدعون بأنهم يعرفون مكان تلك الكنوز، لكن الحقيقة أن هذا أحد أكبر أسرار التاريخ والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وربما لن يتم الكشف عنها أبدا. ووجب التذكير بنقطة مهمة، وهو أن الروايات التي يتم سردها أحيانا تكون من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، بل نأخذ العبرة التي جاءت بها من ذكر الله تعالى لعذاب الأقوام السابقين. وإلى هنا تكون قد انتهت قصة أغنى رجل جاء على مر التاريخ وقد ذكرها الله تعالى لتكون عبرة لنا. فالقرآن الكريم دائما ما يتحدث عن قصص الأمم الغابرة بشكل جماعي أو فردي، وذلك من أجل دحض الباطل الذي يتحدث به البعض، أو لتكون عبرة لمن يكفر ويكذب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تكون انتهت حلقة اليوم، ولكن ما زال في جعبتنا الكثير، فانتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى مع قصة جديدة. إلى اللقاء.